انا بس يعني اللي عايز استوضحه من حضرتك، الولدين اللي كانوا معاها اللي هم يعني اعتادوا بالضرب على حضرتك، انا اسف يعني ضربوا حضرتك فين بالظبط؟ بص حضرتك، انا كان معايا ورق طالع من محكمة، كنت بقدم شكوى بتاع ده قضية او بلاغ في نورة نجم. وإسراء عبد الفتاح تقريبا، يعني على ما انا فاكر الورق معايا طبعا. فوانا طالع، فواحد بيقول لي يا استاذ عبد العزيز، طبعا انت عارف انا يعني جيت في التلفزيون او في التحرير او لان في كذا موقع الكتروني خد صورتي وعلقه، المهم يعني تمام. او هي قالت لهم هو ده لانها كانت واقفه بعيد شويه على ما انا كلمت الولد لقيتها جايه. المهم يعني الحكايه والروايه، وتقدمت في بلاغ علاء عبد الفتاح ومش علاء عبد الفتاح ومنى الطحاوي. الكلام ده يمكن انا قلته لك. تمام ايوه صح. وانت قاعد تشتم فينا في التلفزيون وفي الجرايد والكلام ده، وانت مش هتبطل يا ابن كذا، الكلام ده اللي انت فاهمه يعني. تمام. علشان بس في ناس قاعده. ولقيت خبطه جامده. فالناس اللي هم ماشيين طبعا هم بقى خدوا مش عارف عربيه تاكسي ولا ايه، مشوا بقى ساعتها. يعني هم ضربوا حضرتك وركبوا تاكسي ومشوا؟ في عربيه في عربيه كانت واقفه. كانت في عربيه اول ما نزل جرم على طريق شارع طلعت حرب. الشارع اللي يوديك على طلعت حرب. فطبعا في ناس بيقولوا في ايه ومش في ايه ونوديك المستشفى، قلت لهم ودوني المستشفى في اليوبلس. تمام. ما انا خلاص عرفت مين اللي عامل. تمام. رحت مستشفى اليوبلس وعملت التقرير، ونزلت على قسم عين شمس، يعني على بعد تقريبا 200 300 متر او 400 متر. خدت حتى تاكسي لاني كنت تعبان. تمام. يمكن يصل للمسافه حوالي كيلو يعني، بس فيها حواديات انا ما اعرفش الحواديت. المهم يعني دخلت قسم عين شمس، قابلت العميد، فالعميد وداني الملازم اول، عمل اللازم ومشيت بقى. فاتصل بيا بعدها بكام، قالوا لي احنا عملنا التحريات وعملنا والموضوع دلوقتي في محكمة مصر الجديدة تقريبا يعني في محكمة عين شمس او نيابة عين شمس. مصر الجديدة. في محكمة في مصر الجديدة فعلا. ايوه اللي هي تابعة نيابة عين شمس، تابعة لها. تمام. لان مفيش محكمة اسمها تقريبا محكمة عين شمس. بالظبط. يعني كل محكمة زي محكمة عابدين كده بتاخد عابدين ومش عارف المسكي وايه. طيب هل يا استاذ عبد العزيز الشباب اللي كانوا مع اسماء اللي اعتادوا بالضرب على حضرتك كان معاهم آلات حادة، كان معاهم ولا كان بايديهم؟ هي خشبة طولها تقريبا 15 سم. يعني انت شفت البتاع اللي بيضربوا بيها في الجامع الناس بيسموها المحرزة ولا المحرزة. يعني ضربوا حضرتك بخشبة 15 سم. جاية 15 سم. وقعدت اتعالج تقريبا 21 يوم او اقل تقريبا من 21 يوم تقريبا يعني. تمام. حوالي مش 15، حوالي 7 سم او 8 سم. انا عندي الحاجات دي. يعني العصاية طولها 15 سم ولا 7 سم؟ حوالي 7 سم. تمام.